مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واخيرا الاكله الكوريه اللي دايما بتيجي في كل الفيديوهات وبيبقى هين علينا كلنا ننط في قلب الفيديو عشان نشوف الاكله دي طعمها ايه. ان شاء الله كملوا معايا الفيديو للنهايه نعرف ازاي الاجنحه الكوري بتتعمل بطريقه سهله وسريعه. اول حاجه هجيب طبعا شويه اجنحه كده، هكون فاصله منهم الحته اللي هي الرفيعه دي، ما بتكونش ليها اي لازمه. وطبعا كنت غسلاهم كويس قوي ونقعاهم في ميه وملح وخل، علشان طبعا ريحه الزفاره تطلع منهم ويبقوا بالجمال ده. صفيتهم من الميه بتاعتهم كويس قوي، وبعد كده ببتدي احط التوابل بتاعتي. عندي بقى فلفل اسود، عندي كركم، كاري، بابريكا، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، كل انواع اللي الفراخ بتحبها. وانزل عليهم بمعلقه صغيره من الملح، اظبط الحدق بتاعي كده واركنهم على جنب لمده ساعتين يتبلوا كويس قوي. على جنب بقى بكون محضره كوبايه من الدقيق، انزل فيها الخلطه بتاعتي، يتجانسوا كده كويس قوي قوي مع بعض لحد ما يتبدروا كويس قوي، وبعد كده اركنهم على جنب لحد ما الزيت ما يسخن. انزل بيهم بقى على زيت غزير يتحمروا من الجنبين لحد ما يكون اللون بتاعهم الذهبي الجميل اللي احنا عارفينه. بعد كده بخرجهم على مناديل ورق يتصفوا كويس من الزيت. طبعا بقى ده الكاتشب بتاعي اللي ان شاء الله احط لكم الطريقه بتاعته في صندوق الوصف، حاجه كده ما حصلتش. طبعا سر الاجنحه الكوري يا جماعه هو الكاتشب والصويا صوص. بجيب بقى هنا طاسه وانزل فيها بمعلقه من الزبده مع فصين توم مهروسين لحد ما يتحمروا كويس قوي، وبعد كده ببتدي انزل عليهم بكوبايه من الكاتشب اللي احنا عملناه. زي ما اتفقنا هحط لكم الطريقه في صندوق الوصف. بعد كده ببتدي انزل بمعلقه كبيره من الصويا صوص واقلبهم كويس قوي. بعد كده بنزل بالاجنحه بتاعتنا دي كده على طول، وطبعا بظبط الملح بتاعي شويه. في طبعا ناس يعني بتكتفي بالتوابل اللي موجوده دي، وفي ناس بتزود توابل من اول وجديد. يا دوبك 10 دقايق بس كده يشكشكوا مع بعض وتاكل من الصوص بتاعها، وبعد كده اطفي على طول واحطها طبعا في طبق التقديم. مهم جدا بقى الخطوه دي، السمسم طبعا في كل الفيديوهات السمسم لا غنى عنه في اغلب الاكلات الكورية. زي ما كده شايفين وصلنا لنهاية الفيديو. حقيقي كان اولادي كانوا يعني متجننين بالاكلات دي كتير، وكل شوية يقولوا نفسنا ناكل طبعا اندومي كوري او الاجنحة الكورية او الحاجات دي. لما عملتها لهم حقيقي فرحوا بيها جدا. ان شاء الله انتوا كمان تفرحوا اولادكم بيها، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ويكون كنت ضيفة خفيفة عليكم. مع السلامة.